في مرة قعدت لوحدي وسألت نفسي ليه كل الناس بتنجح أو على الأقل محددين أهدافهم. أنا ما كنتش عارف أنا عايز إيه وكنت حاسس إن أنا تايه. وقتها الفترة دي كانت في 2019، كنت لسه صغير، كنت بصور كونتنت برضو على قناة يوتيوب تانية، المحتوى اللي هو بيجيب 100 مشاهدة ده. يعني كنت لسه على قد خالص وما زلت لسه ضعيف يعني في الحوارات دي. بس وقتها يعني كنت شغال على كذا حاجة، غير ان انا كنت محدد عادي هدفي ثانوية عامة، كنت عارف انا عايز اوصل لايه. لكن الناس كانت شايفاني كويس لكن انا ما كنتش شايف نفسي كويس. ودي فكرة الفيديو اللي انا جاي اكلمك فيها. ليه انت شايف نفسك فاشل رغم انك بتعمل كل حاجة؟ وقتها كانت داخلة الكورونا وانا اجازة قبل الكورونا، فالناس كانت بتسافر وكانت بتعمل حاجات انا كنت لا. برضو السوشيال ميديا للاسف اكبر حاجة بتأثر علينا. انت شايف ناس بتنجح وانت لا، او شايف ناس وصلت لحاجات معينة انت نفسك فيها بس للأسف انت مش عارف توصل لها. ففي فيديو النهاردة هنتكلم عن الحوار ده. فدي مشكلة كانت بتواجهني واكيد واجهتك في يوم من الايام. حتى لو انت في تالتة ثانوي فاكيد بيلازمك شعور اللي انت حاسس نفسك انك مش كامل او انت مش هتقدر توصل لحاجة، وشايف ان الناس كلها تمام وانت لا، او الناس كلها لما المنهج الناس كلها واصلة انت مش هتوصل لحاجة. فخليك معايا للاخر وباذن الله تلاقي الحوار ده حل. طبعا كل ما بتفتح سوشيال ميديا بتلاقي الناس ناجحه وسفر وخروجات وعربيات ودنيا، انت قاعد في اوضتك زي كده بالظبط، حاسس نفسك ولا اي حاجه ولا اي حاجه حرفيا. بس تعالى نتكلم جد ونرجع خطوه لورا. هل اللي انت شايفه ده نجاح حقيقي اللي هو انت شايفه على السوشيال ميديا ده الحقيقه واقع؟ لا طبعا مش كل الناس دي ناجحه، ممكن 1% او جزء صغير جدا منهم اللي فعلا ناجح. فكك من اللي هو بتوع العربيات والشو والتداول والشغل ده، اكتريتهم ماركتينج، اكتريتهم مجرد بس شو سوشيال ميديا وفيديوهات وريتش. فالناس دي مش دي اللي اتقال عليهم ناجحين. لكن الجزء التاني اللي فعلا اتقال عليه ناجح، تمام، الجزء ده الفرق بينك وبينه بس اللي هو كان فعلا في نفس الوقت اللي انت فيه، لكن هو بس كمل انت وقفت، تمام. حتى هو ما كانش شايف نفسه فاشل وكان شايف نفسه اللي هو يقدر على اي حاجه، فاهم؟ حتى لو هو مش حمل الحاجه دي هو كان شايف اللي هو يقدر يعملها. طيب ازاي تطلع من الشعور ده؟ عشان بصراحه دي اوحش حاجه ممكن تواجهك، وممكن بصراحه من كتر التفكير فيها يعني تحس نفسك انك ضعيف او ان انت اقل من حد. فلا طبعا انت مش اقل من اي حد يا عم، انت قد الدنيا، تمام. بس تعالى بقى نتكلم بجد. اول حاجه ما تقارنش نفسك بحد، زي ما قلت لك من شويه اللي انت ظروفك غير ظروفه، كل واحد له ظروف وكل واحد وليه دنيته ووقته، قصص كبيره، تمام. وهو برضو ما وصلش في يوم وليله. اي نعم في ناس عندها حظ وفي ناس، بس انا بامنش بالحظ، بس في ناس تانية يعني هم اصلا اتولدوا لقوا نفسهم في المكان ده، فما تبصش للناس دي، تمام. انت تقدر توصل زيهم بس بالتدريج مش بيوم وليله. الحاجه التانية ابدا بحاجه صغيره انت حاببها وعادي كمل فيها حتى لو مش لاقي دعم. يعني مثلا لو ناوي تعمل محتوى على اليوتيوب ايا كان فابدا اعمل، فاهم؟ وكل يوم فيديو وكل اسبوع فيديو، المهم انك تعمل وما تيأس يعني حتى لو بتجيب يا عم 10 مشاهدات بس، فاهم؟ اهم حاجه اللي انت ما تقنعش عقلك اللي انت فاشل، عشان انت لو كدبت الكدبه هتصدقها. مفيش حد فاشل، يمكن انت بس لسه ما وصلتش للحته اللي انت هتحس نفسك فيها اللي انت جامد، ودي مش هتوصل لها برضو زي ما قلت لك يوم وليله، بس صدقني هتوصل لها يعني. وبس كده يا عم يكون خلص فيديو النهارده، واتمنى فعلا الفيديو يكون عجبك. عشان تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفني في فيديوهات تانية، ولو حابب ان انا اتكلم عن اي حاجه متنساش تكتبها تحت في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.